سيدي وقت يبدو هما اولادنا ويذكروا سراج الغنوشي بشبابه، وقت تفتح لهم ويحتلوا لنا دور العباده مساجدنا اللي هي شرعت لعباده الله الواحد الاحد، وقت يولي سايب الماء على البطيخ وتولي تونس سوق ودلال ويجوك فهمتي ولا مجرمي امريكا والكيان الصهيوني فهمتني باش يدخلوا لمساجدنا ويجندوا شبابنا ويبعثوا لنا اولادنا يموتوا في سوريا يدافعوا على مشروع مش مشروعهم، وقت تولي البلاد هذه مفتوحه لك اصوات الفتنه الجايين من الشرق. قال شنو؟ قال رجال دين ودعاة وهم دعاة فتنه. عندنا قريه حدوديه اسمها لوطيه على الحدود التونسيه الليبيه، الان فيها 5000 من شباب فيهم جزء من التوانسه يتدربوا باش يبعثوهم جزء لسوريا عن طريق تركيا في حدود 5000 مش توانسه فقط، خليط تحت اشراف اجهزه اجنبيه مخابراتيه وتحت اشراف جهاديين. شيء باش يمشي لسوريا عن طريق تركيا المعتدله الوسطيه، وشيء باش يرجع لنا لتونس. فيهم شكون انا نبتهم قبل واتصلوا بي اوليائهم. هذا مخطر. والدوله التونسيه هذم وصلوا يدخلوا للتراب التونسي البنقردان، وصلوا اختطفوا بعض الشباب والدوله نائمه. حاجه جديده علينا. اللي يشوه صوره تونس في العالم هي حركه النهضه اللي تحمي في ابنائها المجاميع هذه المتطرفه اللي تحب تفرض على التوانسه نمط الحياه الغريب عليها، تحب تفرض عليهم العنف وتحب تفرض عليهم الاقصاء وتحب تفرض عليهم التكفير وتحب تغير لنا نمط حياتنا. احنا وصلنا لهذا الحد يعني لا تحترم النقاش وانت لست مؤهل له. انت لست مؤهل له. انت لست مؤهلا له. وانت مؤهل سيدي. انت فين عرفت الديمقراطيه؟ انا مؤهل اكثر منك انت. انت فين عرفت الديمقراطيه؟ انا مؤهل عرفتها في قطر وعرفت عند الامريكان. انت عامل لهم. عند مرخوجه انت اللي عامل لهم. انت عامل للصهاينه والامريكان. سي شكري من فضلك من فضلك نسووا الجماعه هذوما اللي جايين من جبال تورابورا، وقت دعاة الفتنه والجهل يولوا هما يفتوا ويخطبوا في جوامع تونس وفي كلياتها ويتفرضوا بالعنف. نعم نطالب برأس نجيب الشابي وامثاله. نجيب الشابي وشكري بن عيد وامثاله واشباهه رؤوسهم مطلوبه في جرجيس. تعال الى جرجيس، تعال الى جرجيس ان كان فيك دم وان كانت فيك رجوله، فسترى ابناء جرجيس ماذا يفعلون فيك وفي امثالك وفي اشباهك. لا اقول هذا الخطاب تحميسا بل حتى احسسكم بما في قلبي من غيظ تجاههم، من غيظ تجاه هؤلاء الذين يتولون وهؤلاء الذين يقولون بألسنتنا نعم عباد الله انهم مرقوا بالاسلام في اجماع المسلمين، لا تجد لهم اعذارا، فلقد كفرهم الله سبحانه وتعالى وكفرهم رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس هذا من كيسي، ليس هذا من كيسي، فالأدلة الشرعية. وتولي صلاة الجمعة فهمتني ولا خطب نارية للتحريض على الفتنة والقتل وتقسيم التوانسة وتكفيرهم وضرب هويتنا التونسية. هذوما ما يعرفوش معناتها تونس ب3000 سنة متاعها وبقيمها، ما يعرفوش انه محمد بن عرفة الورغمي اول من حرم العبودية، ما يعرفوش قبل الامريكان والانجليز، ما يعرفوش ان البلاد هذه اعطت اول دستور مع واول ديمقراطيه مع كرتاج، ما يعرفوش اول دستور في العالم الاسلامي في الوطن العربي مع عهد الامان، ما يعرفوش انه البلاد هذه اعطت اول نقابه ديره وفيها زيتون اللي هو طار حداد، ما يعرفوش هذايا هما. ما يعرفوش انه رئيس المؤتمر التاسيسي للاتحاد العام التونسي للشغل الشيخ العلامه الفاضل بن عاشور، ما يعرفوش. لذلك اليوم يجيبوا لنا هذوما دعاة الفتنه والجهل يولوا شبابنا اولادنا يهزوهم فهمتني ولا ويجندوهم ويدفعوا لهم الفلوس وكذا ويعملوا لهم غسل دماغ وهزوهم غاديكا، ومن بعد تطلع لعبه مخابرات، تطلع تنفيذ المشروع نتاع الامريكان والصهاينه في سوريا لتقسيمها لطوائف، دويل الطوائف برا على الدوله للسنه ودوله للعلويين ودوله للدروز ودوله للمسيحيين ولبنان نقسموه وكذا. هذا تعرف شو يؤدي في الاخر؟ هذا يؤدي الاعطاء شرعيه للكيان الصهيوني، اعطاه شرعيه باش يولي حتى هو دوله يهوديه، هذاك الدوله بتاع دين على هذاك نحن نحملوا مسؤوليه. نقول اليوم ثم تقاسم ادوار في كل مره. لاحظوا ينزلوا على فلسطين يغيبوا لنا 20-30 يوم،
وينزلوا على الفلس بقدرة قادر يخرجوا كالفقاع من تحت الأرض. لذلك نحن نراوها سياسة رسمية للطرف الغالب في الحكومة، لأنه بصراحة الطرفين الآخرين ديكور، حكومة متواطئة متواطئة. انتم عاطين تعليمات للأمن باش ما يتصداش لهؤلاء، وهذا يتقال على الهواء في إذاعة الجهوية لصفاقس. أنتم متواطئون ضد أعوان الأمن وضد هذا الشعب. هذا كلام خطير طبعا، كلام خطير برشا. طبعا قيل من طرف الصحفيين في إذاعة صفاقس بشكل مباشر. خلي ما عادش اللحمة الوطنية والوحدة، ما عادش انتمائنا لوطننا وقيمة المواطنة وقيمة المساواة، ما عادش نحن ولائنا لبلادنا، ما عادش راهو فهمتي ولا الدين لله والوطن للجميع، ما عادش. فكم تشوفوا فين وصل بنا الأمور مع الحالات هذه. هذم شباب مغرر بهم، والمسؤول على التغيير بهم حكومة في إطار صفقات معينة سيبت بيوت الله للعبث متاع الناس هذوما. وهنا ندفع، وهو شعبنا يدفع الضريبة الآن. هاو شعبنا فيهم الأولاد اللي ماتوا شكون نبتوا قبل، فيهم شكون الآن مجدود نبتوا قبل. شباب مراهقين لا علم ولا معرفة ولا خبرة لهم. جرت فتوى عملها واحد قاعد تحت كليماتيزور في الشرق والا في السعودية ولا في قطر عاصمة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وولادنا نحن فلذات أكبادنا هم اللي يدفعوا الضريبة.